السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل فيديو جديد من قناة يوميات مطبخ زكية. آه يا رب الفيديو يعجبكم، ويلا نبدأ الوصفة. لو لسه ما اشتركتش في القناة انزلي تحت الفيديو واشتركي في القناة واضغطي على زر اللايك. هنعمل ايه؟ البريل او الصابون السائل هنعمله من قشر البرتقال او قشر السفندي. كنت محوشة شوية حلوين كده من قشر البرتقال والسفندي على بعض. هنعمله بطريقة سهلة خالص خالص. اول خطوة عشان ما يتلبخش في الخطوات كلها، اول خطوة هنجيب قشر البرتقال ده او السفندي وهنحط عليه كوبايتين مية وهنحطهم على النار لغاية ما يستووا خالص عشان نضربهم في الخلاط. احنا حطيناهم على النار اهوت. اول ما غلوا ولقيتهم خلاص القشر بقى مهري خالص، هنضربهم في الخلاط. بس اتك عليهم انك تضربهم كويس خالص لان احنا مش هنصفيهم، فضربتهم كويس خالص. تاني خطوة بقى، احنا خلصنا خلاص من اول خطوة. تاني خطوة هنجيب هنا كوبايتين مية، هنضيف عليهم 3 معالق نشا، هنضربهم خالص كده بالمضرب اليدوي كده. دي بقى الجل اللي احنا هنعمله. كوبايتين مية عليهم 3 معالق نشا، عليهم ايه بقى اللي عشان يجمدهم؟ هنا معلقتين بوتاص عشان دي اللي هيمسك البريل. معلقتين بوتاص على نص كوباية مية. وهنفضل ندوبهم في المعلقة كده لغاية ما البوتاص يدوب خالص. بس خلي بالك من البوتاص ما يجيش على ايدك. تاني حاجة هنضيفهم بقى على النشا. هنا هيجمدوا، هيعملوا اللي هو الجل بتاعنا. يبقى كوبايتين مية عليهم 3 معالق نشا، عليهم نص كوباية مية ببوتاص، معلقتين بوتاص، وندوبهم جامد ونعمل الجل. تالت خطوة بقى اللي احنا هنضيف البرتقان اللي احنا عصرينه، القشر البرتقان اللي احنا عصرينه. اخر خطوة وهي الخطوة الاخرانية خالص، هنجيب كوباية مية عليهم معلقتين ملح ليمون ومعلقتين بيكنج باودر علشان اشوف الرغوة. الرغوة ديت هي اللي هتعمل لنا رغوة البريل. بقى البريل برغوة. دي بقى عجينة البريل. بقى البريل كده جاهز. عايزة تضيف اي حاجة مفيش مشكلة، مش عايزة تضيف مفيش مشكلة. انا هنا ضفت عشان ازود الكمية. عندي لتر ونص صابون سائل، كانت شارية صابون سائل لوحده كده، كانت شارية كيس ب4 جنيه. دي لتر ونص صابون سائل، انا عايزه ازود الكميه، فدي لتر ونص صابون سائل. هضيف عليهم لتر ونص ميه. انا جبت ميه مكان البريل فلونه اصفر شويه، حطيت عليهم لتر ونص ميه. يعني لتر ونص صابون سائل على لتر ونص ميه على الخليط اللي احنا عملناه، زودت الكميه معايا. هجرب هنا كده اغسل اشوف الرغوه عامله ايه. 10/10. شوف الرغوه جميله جدا ومخليه الحاجه بتلمع بجد. 10/10. جربت هنا كمان على الرخامه، خلت الرخامة ما شاء الله بجد، خلتها بتلمع الرغوة. بس انا كنت عايزة اوريكم الرغوة، يعني انا جربت ان انا اغسل الرخامة كده كمان عشان اوريكم الرغوة اللي طالعة منه. من لتر ونص صابون سائل عملنا اهوت، عملنا ادا 4 ونص صابون سائل. هوريكم دلوقتي الكمية، انا عباه في ازايز. دي الكمية معايا. الازازة الكبيرة دي يا جماعة بتاخد لها اكتر من 4 لتر بريل. يعني ديت بتاخد لها اكتر من 4 لتر، قول 4 لتر، ودي لتر ونص، يبقى 10/10. شوف الكمية كبيرة ومن قشر البرتقال.